ساعات كده بنلاقي ناس بتقرأ نفس الآية في الكتاب المقدس، بس كل واحد يفهمها بشكل تاني خالص. الواحد يسأل نفسه ليه؟ هو الموضوع دراسة وبحث بس؟ بلاش تحتار، هنساعدك تختار. المنيو وقتك دهر، اختار اللي ينفعك. أهلا بيكم في المنيو، المكان اللي بيساعد الواحد يختار هيتعلم إيه. النهاردة بقى هنستكشف سوا أهم الأفكار من كورس متخصص قوي في تفسير الكتاب المقدس عشان نعرف نفهم كلمة ربنا صح، ويعني بعمق أكبر شوية. فعلا الفهم ده رحلة محتاجة أدوات ومفاتيح، والكورس ده بصراحة بيقدم لنا مفاتيح مهمة جدا. خلينا كده نبدأ بأول مفتاح، وده أساس أي فهم صح: المعنى الأصلي للنص. المعنى الأصلي يعني نفهمه إزاي بشكل عملي؟ ببساطة شديدة، قبل ما نسأل النص ده ممكن يقول لنا إيه النهاردة، أهم حاجة نعرف هو كان بيقول إيه للناس اللي اتكتب لهم في الأول خالص. ده معناه بقى إننا محتاجين نرجع لزمن الكاتب والقارئ الأصلي، نفهم ظروفهم، تاريخهم، ثقافتهم، لغتهم، حتى المشاكل اللي كانت بتقابلهم وقتها. يعني زي ما الكورس بيشرح كده، عشان نفهم قصة زي رعوث كويس لازم نعرف شوية عن عادات الجواز والميراث عندهم، وإزاي كانوا بيتعاملوا مع الغريب في زمن القضاء. لو ما نعرفش الخلفية دي، تفاصيل كتير ومعاني يعني ممكن تقع مننا خالص. بالظبط كده. أو مثال تاني، رسالة بولس لأهل كورنثوس. لما نعرف إيه المشاكل والانقسامات اللي كانت حاصلة في الكنيسة ساعتها، بنفهم ليه بولس كتب الكلام ده بالذات وبالطريقة دي تحديداً. السياق ده هو اللي بينور المعنى الأصلي فعلاً. طيب تمام، وده ياخدنا للنقطة التانية اللي الكورس بيوضحها كويس: دور الروح القدس. الموضوع مش مجرد دراسة وقراية بعقلنا بس، لأ. مع إن الدراسة مهمة طبعاً. أكيد مهمة، بس الفهم الحقيقي وتطبيق الكلمة ده محتاج كمان عمل الروح القدس جوانا، هو اللي بينور الفهم ويكشف المعنى. فعلاً، زي ما بنحتاج الروح القدس عشان يدينا قوة نعيش صح، بنحتاجه عشان نفهم صح. بالظبط. وده يوصلنا للنقطة الثالثة اللي الكورس بيناقشها، إن النص ممكن يكون ليه مستويات في المعنى. إزاي ده بقى؟ بصي، الفكرة إن المعنى الأصلي التاريخي اللي الكاتب كان يقصده ده الأساس اللي بنبني عليه، ما ينفعش نتجاهله. لكن النص الإلهي نفسه غني وعميق جدا، وممكن يكون ليه تطبيقات ومعاني أعمق بتمشي مع الروح العامة للكتاب المقدس كله. زي المثال المعروف بتاع وصية لا تقتل. المعنى الحرفي المباشر واضح، إن الواحد ما يقتلش حد. أيوة، لكن الرب يسوع نفسه ورانا إن في بعد أعمق للوصية. قال إن حتى الغضب على الأخ أو الكلام اللي فيه إهانة ده يعتبر كسر للوصية دي جوه القلب. هو ما كانش بيخترع معنى جديد، لأ، هو كان بيكشف عن العمق الكامل اللي ربنا كان يقصده من الأول. مش بس ما نقتلش جسدياً، لأ، ده احنا نحافظ على الحياة والكرامة بكل شكل. فالتطبيقات دي بتطلع من الأصل، مش بتلغيه. حلو قوي. والنقطة الرابعة اللي الكورس بيأكد عليها دي عملية جدا بقى: إزاي نطبق كلمة ربنا اللي اتكتبت في ثقافات قديمة قوي ومختلفة عننا في حياتنا وثقافتنا إحنا النهاردة. دي بتعتمد على قدرتنا نميز بين حاجتين: المبدأ الروحي الثابت اللي ورا النص، والشكل الثقافي اللي المبدأ ده تعبر بيه وقتها. المبدأ الإلهي ده ثابت ومطلق، لكن أشكال التعبير نفسها ممكن تختلف من ثقافة لثقافة ومن زمن لزمن. زي مثلا وصية بولس الرسول: سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. هل ده معناه يعني إننا لازم نعمل كده بالظبط النهاردة؟ الكورس بيشرح الحتة دي كويس. بيقول إن المبدأ هنا هو إيه؟ هو التعبير العملي عن المحبة الأخوية، الوحدة، السلام بين المؤمنين. ده المبدأ الثابت. طيب، طريقة التعبير بالقبلة دي كانت شائعة ومقبولة في ثقافتهم وقتها كعلامة على المحبة دي. في ثقافتنا النهاردة بقى ممكن نعبر عن نفس المبدأ، نفس الجوهر، بطرق تانية تكون مناسبة لينا، زي مثلا السلام بالإيد بحرارة، العناق الأخوي، كلمة تشجيع صادقة. المهم إن جوهر المبدأ، المحبة والوحدة، هو اللي يتحقق بشكل مفهوم ومناسب في السياق بتاعنا. فعلا الفهم ده بيحل مشاكل كتير قوي في التطبيق. الكورس ده شكله غني جدا ومليان تفاصيل مهمة لأي حد عاوز يغوص أكتر في كلمة ربنا.
زي إيه كمان ممكن نلاقيه في الكورس الكامل؟ بيبدأ بمقدمة عن علم التفسير نفسه، اللي هو ساعات بنسميه الهرمنيوتيكا، يعني فن وعلم فهم النصوص وتأويلها، وبيناقش إزاي نستعد عشان نفسر كلمة الله، مش بس بالدراسة، لا، لكن كمان بالصلاة، بالاتضاع، بطلب الاستنارة من ربنا. وإيه تاني؟ سمعت إنه بيتكلم عن أنواع الكتابة المختلفة في الكتاب المقدس، دي حتة مهمة. بالظبط، بيشرح أهمية إننا نفهم النوع الأدبي للنص اللي بنقراه، هو شعر، نبوة، أمثال، قصة تاريخية، رسالة، عشان كل نوع ليه طريقة مختلفة في الفهم والتفسير. وكمان بيغطي أهمية إننا نعرف مين الكاتب ومين كان جمهوره الأصلي اللي بيكلمهم. وبيتعرض لنقطة فلسفية شوية، حتة هل المعنى ثابت وموضوع ولا ممكن يتغير حسب فهم كل واحد بيقرأ؟ أيوة، بيناقش فكرة موضوعية المعنى دي وأهميتها. وفكرة تانية شيقة اسمها المعنى الأكمل أو sensus plenior، ودي بتشير لاحتمالية إن يكون في طبقات معنى أعمق الروح القدس نفسه قصدها تتكشف عبر التاريخ، بس طبعاً بتكون مبنية على المعنى الأصلي ومش بتلغيه. وبيساعدنا كمان نفهم إزاي نتعامل مع العهد القديم ونطبقه في حياتنا النهاردة كجزء من خطة ربنا الكاملة اللي محورها طبعاً هو المسيح. وفي الآخر بقى بيركز على الهدف النهائي من كل ده، اللي هو التطبيق العملي، مش بس نعرف معلومات وخلاص، لأ، إزاي نتغير وننمو، وإزاي نعرف نعيش كلمة ربنا دي في واقع حياتنا اليومي، نكون مين، أهدافنا تبقى إيه، ونشوف الأمور من منظور ربنا نفسه. لا، ده شكله كنز حقيقي فعلاً. طيب، اللي حابب يستفيد أكتر ويتعمق هيلاقي رابط الكورس الكامل في وصف الحلقة، ونحب نسمع اقتراحاتكم في التعليقات. تحبوا المنيو الجاي يكون عن إيه؟ إيه الموضوع أو الكورس اللي حابين نقدم لكم ملخص عنه المرة الجاية؟ في الختام، يعني فهم كلمة الله ده مش مجرد تمرين عقلي وخلاص، لكنه مفتاح لحياة أعمق بكتير مع ربنا. المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام.